قال لك بقى ان دانكن دونتس ده بتاع دونتس ومشروبات بس. اشاعات، كل دي اشاعات. السلام عليكم ويا اهلا وسهلا بيكم في سلسله وما خفي كان قطعا، السلسله اللي احنا بنجيب فيها مكان مشهور جدا بحاجه معينه. لا معلش، ده سكر ولولو بيلعبوا ورا بعض عادي يعني. كنا بنقول ايه؟ بنجيب مكان مشهور جدا بحاجه معينه، بس بنجرب من عنده بقيه الحاجات اللي مش مشهوره في المنيو عشان نشوف بقيه الحاجات دي تستحق ان احنا نجيبها ولا لا. ومكان النهارده هو دانكن دونتس. معروف ان انت تروح تضرب الدونت بتاعتك الصبح مع المشروب الجميل وشكرا على كده. لكن في ناس بقى ما تعرفش ان دانكن دونتس عنده حاجات تانية. انا عن نفسي لحد قريب ما كنتش اعرف المعلومه دي. وفي حد طلب مني الفيديو ده فقلت يلا بقى ايه نظبط الناس. انا فرطت الحاجات مع نفسي كده، كانوا جايبينها ايه في الكيس ده كله، حاجات اصلا جايه سخنه كده، فعايزين ايه ندوس على طول. عايزين قبل ما نبدا الفيديو اللي مش مشترك اشترك في القناه ويعمل لايك الفيديو ونوصل الفيديو ده ل 5000 لايك. عايز ابدا بساندوتش كده. متهيألي هو ده. هو بس الفكره هنا ان دانكن مش كاتب اسامي الحاجه خالص. ده ايه ده بقى؟ ده كان ساندوتش. الساندوتش ده اسمه دانكن بو بوي تشيكن. انا مش عارف ايه بو بوي دي يعني. طيب الساندوتش ده عباره عن تشيكن بوبس وبيكلز، ده هو خيار مخلل يعني، وباربيكيو صوص ورانش صوص. ايه الحجم ده؟ وانا كنت متوقع حجم اكبر شويه الصراحه. بس قشطه يعني. نجيب بقى الطبق الجميل بتاعنا. هي قطع التشيكن بوبس دي والخيار المخلل، وفي كذا صوص كده. واللي باين هو صوص باربيكيو، فيه صوص تاني لونه خفيف شويه، فده في الغالب اللي هو صوص الرانش. احنا ايه هنقطعه بالسكينه كده عشان ناكله من النص على طول. لا السكينه خلي السكينه دي احسن. انا نسيت اقول لكم الساندوتش ده عامل كام. لسه بقى الاكل سخن وكده فايه مش عايزينه يبرد يعني. الساندوتش ده عامل 50 جنيه. المفروض السعر ده شامل الضريبه. خلينا ندوق نشوف كده. بسم الله. في سنه سبايسي بسيطه كده. واستبدلت الفراخ جامده قوي قوي. هو الطعم اللي باين هنا قوي الفراخ مع خيار مخلل. الصوصات مش محطوطه كتير خالص فمش مغطيه على طعم الفراخ. الحلو هنا ان الفراخ مش فراخ معجون لان السايب بتاعتها باينه. الفراخ برضو الطبقه المقليه عليها من بره دي خفيفه خالص، بس الصوصات ضعيفه قوي يعني. طعم الباربيكيو انت يا دوبك حاسس بيه. طعم الرانش يعني انا مش حاسس بطعم الرانش اصلا. فمش عارف صوص الرانش ده هو مش عاجبني بصراحه. بس هو العيش مش جاي في احسن حالاته يعني. مش ضايع خالص بس يعني لا المفروض يبقى احسن من كده. فالساندوتش ده ممكن نديله نقول ايه، نقول 7 من 10. هو ساندوتش خفيف كده ما فيهوش لغوصه كتير وبتاع، والسبعه دي عشان خاطر الفراخ عجباني قوي. وانا ما اعرفش ايه بو بوي في الموضوع هنا يعني لو حد يعرف يقول لنا يعني يكتب لنا في الكومنتات. طيب دي كده كانت اول حاجه معانا. نخش بقى على اللي بعده كده. دي ايه دي؟ دي الكرواسون. يعملوا بقى كرواسون هنا بيحشوها حاجات تانية. دي بقى سعرها كام؟ دي سعرها 37 جنيه. دي اسمها كرويسترامي ساندوتش، على اساس ان هي كرواسون يعني وحشينا فهي متنكره في هيئه ساندوتش يعني، وكاتب لك من ضمن مكوناتها كرواسون. ما اكيد يعني. انا مثلا لما اجي اقول لك ايه سندوتش ذوق كده ومن ضمن مكونات السندوتش ان فيه عيش، هو المفروض كاتب هنا المكونات كرواسون بسطرامي دي اللي هي بسطرمه، وبيكلز خيار مخلل ومستردة. اللي انا شايفه قدامي هنا لانشون وحاطط معاه مستردة وفي خيار مخلل بسيط خالص. هو يا اما العيب في الابلكيشن اللي انا بستخدمه يا اما المشكله عند دانكن دونتس. معرفش بقى المشكله فين. نقطع بقى بالنص كده. بس الكرواسون يعني عماله تتفرفت في كل حته. انا ما بقولكش يعني مش لازم اكلها فريش تبقى لسه طالعه من الفرن حالا، بس يعني تبقى حالتها احسن من كده. متبهدله خالص متمرمطه يعني بص الفرفته دي كلها بس متبهدله خالص. بس هنا الحشو من جوه شكله لطيف يعني. هو طعم الكرواسون نفسه حلو بس الكرواسون بايته يعني متبهدله خالص. يعني بدل ما تجيب لي بسطرمه جبت لي لانشون. لا واللانشون كمان طعمه مش حلو، والمستردة كمان كتير يعني طعمها مغطي على اللانشون، والكرواسون بايته. يعني انا مش عارف. 1 من 10. هو 1 من 10 بس عشان خاطر عجينه الكرواسون طعمها حلو بس. غير كده ما فيهاش حاجه عدله خالص خالص. ما فيش حاجه مظبوطه. وده كان اقل تقييم معانا. يعني كان اقل رقم قبل كده اي حد خده كان 3 من 10. لا دانكن عملها جاب 1 من 10. طيب خلينا نشوف الساندوتش ده كده. وده هنا ساندوتش راب. بس انا جايب ساندوتشين راب فانا مش عارف ده انهي واحد فيهم لان الاحجام عنده هو في يعني هو الحجم مش اكبر حاجه، بس العيش التورتيه هنا يعني بايت وحالته صعبه. ايه ده؟ العيش متشقق من كل حته. استغفر الله العظيم يا رب. طيب هو المفروض الساندوتش ده بيض بسطرمه ومعاه جبنه شيدر، يعني كاتب لك هنا ايجز شيدر صوص بيف بسطرمي. كام؟ ب 35 جنيه. يعني انا بس عايز اعرف حاجه، هي دي بسطرمه يعني؟ انا مش فاهم. خليها ادوقها لوحدها يمكن ده نوع جديد من البسطرمه انا ما اعرفوش. لانشون ولانشون يعني كمان مش لانشون حلو يعني. بقول لكم ايه انا مش عايز عكننه.
طيب هو البيض اللي موجود هنا هو بيض اومليت؟ اللي انا اعرفه عن البيض الاومليت يعني او اي بيض عامه بيتحط معاه ملح وفلفل، لكن حد ياكل بيض زي ما هو كده مفيش لا ملح ولا فلفل؟ ولا هو الناس اللي في ايجيبت بتاكل بيض من غير ملح وفلفل؟ مش عارف الصراحه. مش عارف. طيب يعني دي زي خل فات 1/10 ولا اعمل ايه؟ مش عارف. يعني هو يمكن ده ميزته شويه ان في كميه بيض كويسه، بس معلش هو ب 37 جنيه يعني برضه، لا ب 35 ما فرقتش يعني. مع برضه يعني انا اصلا حركه ان انت تجيب لي بدل بسطرمه لانشون دي مضايقاني جدا. يعني انا مش عارف والله ازاي في عندك حاجه من المكونات بتاعت السندوتشات مش موجوده ما تبقاش الساندوتش. لكن كده انت ارتصتني وعملتها بنجاح بصراحه. هو صوص الجبنه برضو حتى كمان انا كنت متخيل ان هو محطوط بكميه معقوله، لا برضو يعني اكتر حاجه باينه هنا في الساندوتش هو طعم البيض، فعشان كده فكره ان هو من غير ملح وفلفل دي مخليه طعم الساندوتش غريب كده. وعيش التورتيه بايت وحالته صعبه مش عارف. زي اخوه 1/10. مش عارف الفيديو ده فيه. خلينا نخش على بعضه. طيب خلينا نجيب دي كده. اه طيب هي دي المفروض دونت محشيه، بس انا كنت متوقع ان هي تبقى بعجينه الدونت نفسها. هي معموله بعجينه تانية خالص. هي عجينه زي عجينه العيش بالظبط، يعني من الاخر هو عيش على شكل دونت. دي هنا اسمها بيف بيكن اند تشيز بيجل. دي عباره عن بيف بيكن وامريكان تشيز، سعرها 38 جنيه. تفتحها من جواها كده تلاقي البيف بيكن والجبنه وكميه بيف بيكن كويسه يعني. خلينا نقسمها النص كده برضو. العجينة ناشفة جدا. طيب هو انا اتوقع يعني ان المخبوزات بتيجي فريش الصبح، وعشان كده هي دلوقتي حالتها صعبة جدا يعني، وانا طلبت منهم بالليل فعشان كده الحاجة جاية مش فريش. بس يعني طالما هي مش فريش خالص كده وحالتها صعبة المفروض ان انت تقلل في سعرها. لكن لو هتحسبني على نفس السعر يبقى المفروض تقدمها لي فريش. حتى يا سيدي مش لازم تبقى فريش قوي، بس يعني تبقى معقولة شوية، لكن كده دي بايتة خالص يعني. خلينا ندوق نشوف كده. هي دي لو فريش هتبقى لطيفة، بس العجينة فعلا العيش بايت ومش سهل كده في المضغ. يعني تحس ان هو مش هقول ان هو اتحجر، مش للدرجة دي، بس يعني مش طري كده، مش فلافي مع الواحد. هو الصراحة حاطط كمية بيف بيكن كويسة وطعمه حلو قوي، بس كمية الجبنة اللي موجودة قليلة. يعني المفروض يزود الجبنة شوية عن كده. يعني دي لو تتاكل فريش لا هتبقى حلوة. يعني دي بحالتها اللي انا شايفها قدامي دي يعني ممكن 4/10 حلوة قوي عليها. ممكن لو كانت فريش شوية ممكن نديها 6 أو 7/10، بس الجبنة برضو محتاجة ان هي تزيد شوية عن كده عشان طعمها بس يبان. ماشي خلينا نخش على بعضه. الله الله الله، اهو ده شكله جامد. ده يعني شكله هيقول، بس انا شايف لانشون. يعني ربنا يستر وما ما يبقاش فيه بسطرمه حاطط لي برده مكانها لانشون. انا الموضوع ده معصبني. الساندوتش ده اسمه دانكن كلاب، تركي وبسطرامي اللي هي بسطرمه اللي هم برضه حاطين مكانها اللانشون، وبيف بيكن وامريكان تشيز ومايونيز وكاتشب وخيار مخلل. بكام؟ ب 58 جنيه. طيب انا شايف كميه تركي محترمه جدا، والبسطرمه اللي هي مكانها لانشون، ومن جوه بقى البيف بيكن. لا هو السندوتش مخدوم الصراحه. طب نقسمه من النص برضه زي بقيه اخواته. وبص هو انا ذوقي ان انا ما بحبش المستردة كتير. لو حد بيحب المستردة كتير لا اعتقد الساندوتش ده هيعجبه. الساندوتش ده ناقصه حاجه فعلا، لو اتحطت هتوديه في حته تانية. بس خلينا ناخد قطمه كمان كده. الساندوتش ده كان عايز كابوتشا، تحط كابوتشا كده. يعني الكابوتشا تحب التركي، يعني الاتنين مع بعض بيعملوا شغل عالي قوي. هتنطق الساندوتش كده شويه. هو كمكونات هو حلو جدا، مشكلتي بس معاه في حاجتين: المستردة الكتير وده ذوقي الشخصي، وطبعا البسطرمه اللي هم جايبين مكانها لانشون. انا ابتديت اشك ان بسطرمي دي يعني ممكن يبقى ترجمتها ان هي تتفهم لانشون برضه او حاجه. يعني مش، انا دخلت على جوجل ترانزليت لقيت ان هي بسطرمه. والله شككوني في نفسي مش عارف في ايه. بس هي نفس مشكله العيش برضو، العيش مش في احسن حالاته خالص. يعني من الاخر الحاجات دي لو حد حابب يجربها يعني ما يجربهاش بالليل، يجربها الصبح. بس لو لقى الحاجه بالمنظر ده الصبح ما يسكتش. لا ده ممكن يديله 7/10. يعني هو كويس بس كان ممكن يبقى احسن من كده بشويه. ماشي خلينا نخش على بعضه. ده هنا بقى عيش توست. عيش التوست متحمص كده وشكله هيعملها ولا ايه. ده سعره 45 جنيه. هو هنا عباره عن شريحتين تركي وشريحتين جبنه. في حاجه طبعا متحمصه ومش فريش. يعني هو انا باكلها حاسس انا باكل حجر. ايه ده؟ ده لو فريش هيبقى تحفه. يعني التحميصه بتاعت التوست حلوه جدا، بس فكره ان هو مش فريش دي خلال الموضوع صعب.
طيب هي التركية هنا كلها في التحميصه بتاعت عيش التوست بس، يعني كتركي وجبنه طعمهم حلو والكواليتي بتاعتهم كويسه، ما عنديش مشكله معاهم. انا بس مشكلتي معاها ان التوست مش فريش. انا متهيألي كان المفروض الفيديو ده اصوره الصبح، بس يا جماعه يعني الناس اللي في دانكن، يعني لو الحاجه عندكم بتطلع بالكواليتي دي بالليل، انت يا ما تطلعهاش يا تقلل سعرها، لكن ما تحاسبنيش بنفس السعر وتطلع لي الحاجه بالمنظر ده. يعني الساندوتش صعبان عليا، مش عايز اديله رقم قليل لان فعلا طعمه حلو. طيب يعني ممكن ندي ده 6 من 10، لو كان فريش 9 مستريح. طيب خلينا بقى نخش على اخر ساندوتش معانا بقى كده. يعني مش عارف، حجمه صغير جدا، اصغر من كف ايدي بحاجه بسيطه كمان. طيب ده هنا اسمه جريلد تشيكن راب، ده سعره 47 جنيه. بس هنا العيش التورتيه حالته احسن بكتير من الساندوتش البسطرمه اللانشون بالبيض. مش بسطرمه بالبيض عشان ما كانش فيه بسطرمه، مفيش بسطرمه طول الفيديو. ينفع كده؟ يعني الساندوتش هنا عباره عن فراخ جريلد كده ومعاه مستردة ومايونيز وجبنه. ماشي، خلينا نقسمه نص كده. هنا بقى كميه المستردة مظبوطه على كميه الفراخ، يعني الفراخ هنا كميتها كتير، فالمستردة اللي موجوده مش مغطيه بقى على طعم الفراخ. والفراخ هنا السوا بتاعها مظبوط وكل حاجه، بس كانت عايزه يعني تتساب شويه كمان على الجريل. يعني ريحه الجريل مش لازم ريحه الجريل تبقى باينه فيها، بس تبقى واخده وش شويه كده. انما لما تيجي تبص على الفراخ تلاقي لونها ابيض خالص. هو سواها مظبوط وكله، بس انا قصدي عشان يبقى طعمها احلى. فساندوتش برده لطيف لذيذ، يعني ده ممكن نديله 6 من 10. هو مش وحش بس ما فيهوش حاجه مميزه ان انا اروح واجيبه تاني. طيب خلينا اشيل الكلام ده من قدامي والخص لكم التجربه. والله يعني تجربه ما كانتش افضل حاجه، يعني كنت متوقع ان هي تبقى احسن من كده بشويه حلوين. انا عندي مشكلتين، اول مشكله البسطرمه اللي هي متبدله باللانشون، تاني مشكله ان الحاجه مش جايه، يعني مش هقول فريش بس يعني حالتها مش كويسه. فانتوا يا تقللوا الاسعار بالليل يا اما ما تطلعوش الكلام ده بالليل اصلا. فانا اقول لكم على الحاجات اللي عجبتني. اول ساندوتش اللي احنا جربناه ده كان اسمه دانكن بو بوي، ده كان الفراخ اللي فيه تحفه، عجبتني جدا. وبرده الساندوتش اللي هو التوست ده اسمه تركي اند تشيز توست، ده كان حلو جدا. والساندوتش اللي هو كان فيه تركي ولانشون وبيف بيكن، المفروض هو طبعا فيه بسطرمه مكان اللانشون، ده اللي هو اسمه دانكن كلاب. دول اكتر 3 حاجات عجبوني. بس بالنسبه للاسعار يعني برضو مش هنضحك على بعض، يعني ما تتوقعش ان انت تخش مكان زي دانكن دونتس وتفطر باسعار رخيصه، لا اكيد الاسعار هتبقى عاليه شويه. فهو يعتبر فطار غالي عشان اسعاره عاليه، مش رخيص خالص. وكتجربه يا ريتني كنت صورت الفيديو ده الصبح، يعني كان هيبقى احسن من كده بكتير. طيب اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه الفيديوهات اللي تحبوا تشوفوها الفتره الجايه. زي ما قلت لكم في ان شاء الله نعمل المقارنه ما بين مطعم البغل، وهنشوف برده جنبيه مطعم تاني، وانتظرونا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. وده كان نهايه الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشيروه في كل حته. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.